أعزائي المشاهدين مساء الخير. النهارده وعلى غير العادة هقدم لكم فقرة حوارية مع ضيف من العيار التقيل. يعني ما ينفعش أقدم حلقة عن التمييز وما استضيفوش، لأنه ضيف مميز جدا. وعلى فكرة التمييز ساعات بيبقى في المظهر. ولد انت يا نيلة اوعى ايدك، جاب اسمي المظهر. اوعى بلاش كلام فارغ، انا في المظهر يميس. معقولة معقول الكلام ده؟ ده كلام. هو انت لسه عايش؟ مين يدخل البني ادم ده هنا؟ مش ممكن ابسوليوتلي مطلقا بالمرة، دي اهانة ما بعدها اهانة. انا هكلم محسن بيه يوقف لك البرنامج بتاعك. محسن بيه؟ هو لسه محسن بيه عايش؟ يعني ايه تتكلم عن التمييز والمظاهر والطبقية؟ ما يعني تستضيفنيش. دي ما ينفعش استضيفك في برنامجي. طبعا انت لا تستطيع. طبعا خايف من لبقتي ودموعي وابتساماتي عشان انت ده قديمه عايش في الماضي. انا حاضر سمي البرنامج، ما فيش مشكله خالص. لو كنت انا كنت سميته تاتش انجليزي، نو بروبلم، تاتش عالمي، يدي كده منظر ويدي قيمه للبني ادم، مش ما فيش مشكله خالص. طب يلا بقى امشي، بقى امشي احسن ما اجيلك. لو راجل تجي لي قدام الساده المشاهدين. لو راجل تعالى لي انا عايزك بقى تجيلي وهات الكوافير معاك، شوف هيعمل اليمين سشوار انا ولا انت. اتفضل تعالى نقيم حوار. لا مش هينفع انا والبني ادم ده نتواجد في مكان واحد. ده انتوا عندكم 4 ساعات علشان تمشوه. انسحب قدام الساده المشاهدين، انسحب. انا ولا يهمني، انا مش محتاج محاور، انا هتحاور مع نفسي، هتحاور مع الساده المشاهدين. مساء الخير يا جماعه. علي بيه مظهر يا فندم، ماجستير تجاره، عضو مجلس اداره، ودلوقتي بشتغل لايك كوتش. لا مش كوتش، لا يعني حاجه تانية. انا جاي النهارده عشان اعمل لكم ندوه، انقل لكم فيها خبراتي وارائي ودموعي وابتساماتي، اخليكم كلكم تبقوا هوب فوق. انا هعلمك ازاي تميز نفسك في وسط الناس اللي حواليك، بس طبعا مش بالشغل والاجتهاد والتركيز والكلام القديم ده، لا طبعا. انا هخليكم كلكم مميزين بالطرق العلميه والتقنيه. سلموا لي نفسكم كلكم، ناموا، قصدي ما تقلقوش. بصراحه كده مناظركم ما تسرش عدو ولا حبيب. ذوق اللبس بتاعكم بلدي خالص. مين اللي بيختار لكم الهدوم يا جماعه؟ انتوا كده هتروحوا في داهيه. يعني انت مثلا شكلك غير منمق، غير مهندم، عيب والله. الشكل ده يا جماعه حاجه مهمه جدا. معلش ثانيه واحده. ابسوليوتلي. معقوله لابس بدله ميدن ايجيبت؟ معقوله؟ حرام عليك، السوق مليان ماركات اجنبيه يا راجل. معقوله لما تيجي تشتري اختار الماركات الصعبه، محدش يعرف انتهى. كل ما كان الماركه باينه ومطبوعه بالخط الكبير على الهدوم يكون احسن. لازم الساعه تبقى كبيره وسنيه كبيره، ناس تشوفها. انا الستايلست الفنان الكبير شعبان عبد الرحيم. شوف لبسه، شوف كم ساعه بيلبسها يا راجل. معقوله؟ علبه سجاير، انت يا اخ، انت حضرتك، علبه السجاير لازم تبقى باينه من الجيب. جيب السجاير المصري دي بتجيب سرطان. مش مهم تكون بتدخن، ده احسن، بس امسك ولاها دهب كبيره مستورده كده معقده. يلا اوعى رنة تليفونك تبقى عربي، لازم تبقى اجنبي. لغات كده ما حدش يفهمها، برتغالي، اندونيسي، جزر القمر، حاجه كده. غيروا الرينج تون بسرعه.
هي دي سبب فشلكم في الحياه والله. ونمرة تليفونك لازم تبقى مميزة. صدقني رقمك لازم مش أقل من 4 أرقام مكررة، 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 عشان يديك برستيج وأنت بتقوله. يعني ادفع لك 10 ولا 15,000 جنيه في رقم مميز. الدولة نفسها بتسمع كلامي، بتديك فرصة تشتري نمرة بتاعت عربية، اللوحة بتاعت العربيات، نمرة مميزة 50,000 جنيه. مش مهم 50,000 جنيه، مش مهم يكون عندك عربية أصلا. امسك اللوحة في إيدك، علقها على صدرك، منظر بيها قدام الناس. حضرتك أنا آسف حضرتك بشنبك ده ورفعة حاجبك والقرننة اللي أنت فيها مش عجباني. ده مثير للشكوك. أي ضابط في لجنة هيوقفك. أنا هقول لك إزاي تواجه الموقف ده. أول ما تشوف الضابط شد ظهرك، بص له بعينيك وبكل ثقة تقول له مش عارف أنت بتكلم ابن مين؟ أيوة. طلع تليفونك، اتصل بأي رقم، اعمل نفسك إنك بتكلم وزير الداخلية. هتلاقي الضابط بيترعش بيهر. أنت بتشتغل إيه يا ابني؟ انا ضابط شرطه. كويس. والله برافو. عايز حاجة من مجدي؟ الوزير بتاعكوا سهل جدا. تحب اكلمه لك دلوقتي؟ تحب اكلم لك حد اعلى منه؟ اعلى منه؟ لا بلاش. انا والله صدقني بليف مي، والله انا بحب رجال الشرطه خالص فعلا. ان شاء الله هكلمهم لك كلهم ويخلوك هوب فوق. ولد يا مخرج يا نيلة، انزل بالفاصل وتسوقي افتحوا لي الباب اللي وراني عشان اهرب بسرعه يا ولد.